ابل امبارح قدمت لنا اكبر تغيير في الايفون من سنين، وابتداء بالايفون 17 فهنا الشاشه بتاعته بقت اكبر 6.3 انش من 6.1 انش بتاعت السنه اللي فاتت، واخيرا الشاشه بتاعته بقت بتدعم البروموشن ديسبلاي 120 هرتز. طبعا تليفونات اندرويد من زمان من سنين وهي التليفونات اللي مش فلاج شيب بتدعم ال 120 هرتز، واخيرا هي دلوقتي بقت موجوده على الايفون العادي. هي متاخره بس كويس انها حصلت. وكمان الشاشه بتاعته السطوع بتاعها بقى بيوصل ل 3000 نتس. الايفون 16 برو ماكس بتاع السنه اللي فاتت السطوع بتاعه كان بيوصل ل 2000 نتس بس، ودي حاجه كويسه جدا. والازاز كمان اللي على الشاشه اتحسن، هنا بقى السيراميك شيلد الجيل الثاني، وده المفروض على حسب كلامهم ان هو بيقاوم الخدوش 3 مرات اكتر من السيراميك شيلد العادي. بس طبعا لو انتوا بتتفرجوا على جيري ريج ايفريثينج فهو التليفون كده كده طالما ازاز فهيتخدش على حده رقم 6 واثر اكبر في الشاشه على حده رقم 7. لكن اللي بيميز الازاز ده انه عليه الطبقه اللي بتمنع الانعكاس اللي احنا شفناها مع السامسونج من السنه اللي فاتت. والمعالج اللي موجود في الايفون 17 هو الاي 19، والاي 19 دي هم قارنوها بالتليفونات اللي فاتت فهي متحسنه عن الاي 18 بتاعت السنه اللي فاتت ب 20%، ومتحسنه عن المعالج اللي في الايفون 14 90%، وده رقم كبير جدا على ان ده الشريحه بتاعت التليفون العادي. وعلى كلامهم البطاريه المفروض انها اتحسنت، انها هتديك 8 ساعات زياده في الفرجه على الفيديوهات مقارنه بالايفون 16، والمفروض ان هو بيدعم كمان الشحن السريع، فهتقدر تشحن 50% في 10 دقايق بس. نيجي بقى للكاميرات بتاعه الايفون 17 واللي بيسموها ال 48 ميجا بكسل دول فيوجن كاميرا سيستم. وده معناه ايه؟ معناه ان في كاميرتين رئيسيتين والاثنين 48 ميجا بكسل، وكلمه دول فيوجن عشان كل كاميرا بتصور بوضعيتين. فعندك الكاميرا الرئيسيه بتصور 48 ميجا بكسل صور عاديه، وتقدر تعمل عليها 2 اوبتيكال زوم وتاخد منها صور 12 ميجا بكسل. والكاميرا الالترا وايد دلوقتي اخيرا بقت 48 ميجا بكسل على عكس ال 12 ميجا بكسل بتوع السنه اللي فاتت، وتقدر تصور بيها صور ماكرو 12 ميجا بكسل. وكمان الكاميرا السيلفي هنا خدت اكبر تغيير واكبر تحسن موجود في الايفون، وتقريبا دي ممكن تكون احسن كاميرا سيلفي موجوده على حسب المواصفات والامكانيات بتاعتها. لان دلوقتي السنسور بتاع الكاميرا مش سنسور مستطيل زي كل الكاميرات، لا هو بقى سنسور مربع واكبر من السنسور اللي كان موجود، وعدد الميجا بكسل كمان بقى اكبر 18 ميجا بكسل. وميزه السنسور ان هو يكون حجمه كبير ومربع، فانت تقدر تصور الصور اللي انت عايزها وانت ماسك التليفون بالشكل اللي انت عايزه. وكمان الكاميرا بتدعم خاصيه السنتر ستيج زي اللي شفناها على الايباد وعلى الماك. وفكره السنتر ستيج انها بتقدر تظبط الفريم بتاع الكاميرا وكمان الاسبكت ريشيو بتاع الصوره على حسب الاشخاص اللي موجودين في الصوره. والخاصيه دي كمان هتقدر تستخدمها زي الايباد والماك وانت بتكلم فيديو مع حد، حتى والتليفون بيتحرك شويه التليفون هيفضل محافظ عليك وانت في نص الصوره. وحاجه كمان مفيده في تصوير الفيديو لو انت بتصور بالكاميرا السيلفي ان فيها نظام زي الاكشن مود، فهي هتثبت لك الصوره مش هتتحرك وانت بتتحرك او انت بتجري وبتصور فيديو. والتليفون مساحته بتبدا ب 256 وسعره فضل زي ما هو بيبدا ب $800. وانا بصراحه من رايي انا شايف ان ده احسن ايفون ابل نزلته، مش السنه دي، احسن ايفون ابل نزلته من سنين، لان في كل الامكانيات اللي انت محتاجها كمستخدم، وفي امكانيات كاميرات قويه جدا، وكمان في سرعه تردد الشاشه العالي، وسعره يعتبر مناسب جدا مقارنه ببقيه التليفونات. بمناسبه بقيه التليفونات فابل كمان قدمت لنا ارفع ايفون في التاريخ، الايفون اير، مش 17 اير، هو الايفون اير. والتليفون ده هو المنافس الرسمي للاس 25 ايدج. بس خلي بالكم من حاجه، في الرفع ابل هنا كسبت، لان الاس 25 ايدج السمك بتاعه كان 5.8 مللي، اما الايفون اير هو 5.6 مللي. وفي الايفون اير ابل ادت لك كل حاجه انت محتاجها من تليفون فلاج شيب، من اول الشاشه اللي هي 6.5 انش، شاشه كبيره بتدعم البرو موشن ديسبلاي 120 هرتز، اولويز اون ديسبلاي لحد 1 هرتز، السطوع بتاعها بيوصل ل 3000 نتس، وكمان عليها السيراميك شيلد 2 اللي بيقاوم الخدوش اكتر من السيراميك شيلد 1، والظهر بتاعه عشان يحافظوا عليه بقى سيراميك شيلد مش ازاز عادي، وده المفروض ان هو بيقاوم الكسر 3 مرات اكتر من الازاز العادي. والفريم بتاعه كمان تيتانيوم، وكل ده بيساعد ان هو يحافظ على متانه التليفون رغم الرفع بتاعه. يعني التليفون ده مش هيتكسر معاك بسهوله، مش هيتني معاك لو انت حاطه في جيبك او حتى قعدت عليه بالغلط، فكل ده هيحافظ على متانه التليفون. والتليفون كمان فيه المعالج الاي 19 برو مش الاي 19، والفرق بينه وبين المعالج اللي في تليفونات البرو ان البرو فيهم 6 كور جي بي يو، اما ده فيه 5 كور جي بي يو بس. وكمان في المودم الان 1 شيب، وده اللي بيديك بلوتوث 6 واي فاي 7، وكمان في السي 1 اكس شيب. حتى الكاميرات بتاعته المفروض انها تديك اداء ممتاز، لان في الكاميرا السيلفي اللي احنا اتكلمنا عنها الجديده 18 ميجا بكسل،
وكمان الكاميرا السيلفي، وده برضو على كل تليفونات الايفون 17، تقدر تصور بيها دول فيديو، يعني تقدر تصور بالكاميرا الرئيسيه والكاميرا السيلفي الاتنين مع بعض في نفس الوقت. لكن التليفون فيه كاميرا واحده بس رئيسيه، وده طبعا ده مفهوم جدا عشان حجم التليفون. بس الكاميرا دي 48 ميجا بكسل فيوجن كاميرا، هتقدر تصور بيها الصور 48 ميجا بكسل، تقدر تعمل بيها 2 اوبتيكال زوم 12 ميجا بكسل، تصور بيها فيديو 4K، تصور بيها كمان صور بورتري. وطبعا تليفون في الرفع ده في حاجتين تقلق منهم. اول حاجه المتانه، ودي اتكلمنا عنها. تاني حاجه هي البطاريه، خصوصا احنا عارفين ان ابل بقى لها فتره البطاريه عندها مش احسن حاجه. فهم عملوا ايه عشان يحسنوا من البطاريه؟ الجزء بتاع الكاميرا اللي طالع ده في مكونات طالعه في الجزء بتاع الكاميرا ده عشان يفضوا مساحه في التليفون. تاني حاجه لغوا الشريحه في العالم كله، مش بس امريكا زي السنه اللي فاتت. فدلوقتي التليفون ده مش هينزل بشريحه، التليفون هتقدر تشغله بس بالاي سيم. وكل ده عشان يوسعوا مكانه ويكبروا البطاريه على قد ما يقدروا. وعلى حسب كلامهم انها all day battery life، ده اللي بيقولوه على كل حاجه، ان التليفون البطاريه بتاعته هتكمل معاك اليوم كامل. طبعا بالتليفون بالمواصفات دي وبالامكانيات دي، فهو سعره سعر تليفون فلاج شيب، فسعره بيبدا هنا ب $1000 للمساحه ل 256 جيجا. انا احب اعرف منكم، هل انتوا ممكن تفكروا ان انتوا تشتروا تليفون زي ده؟ انا بالنسبه لي انا ما اقدرش ان انا استخدم تليفون زي ده، لان هو محدود بالكاميرات لو انا استخدمه كتليفوني الرئيسي، خصوصا عشان انا بصنع محتوى وبعمل فيديوهات، فمحتاج الالترا وايد، محتاج التليفوتو، ومحتاج الامكانيات دي كلها. لكن تليفون بالرفع ده وبالحجم ده وبالسعر ده، هل تفتكروا ان التليفون ده هيكون مناسب ولا لا؟ هل التليفون ده هينجح ولا هيقعد سنتين وثلاثه وبعدين هيتشال زي الايفون 12 ميني وال13 ميني؟ فيا ريت تكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات وخلينا نتناقش في الموضوع ده. ونيجي بقى للتليفونات اللي انا شخصيا كنت مستنياها، وهي تليفونات البرو، الايفون 17 برو والبرو ماكس. وهنا التليفونات واخيرا بعد 6 سنين بتيجي بتصميم جديد كليا. هو طبعا نفس شكل الكاميرات الثلاثه دول، لكن التليفون نفسه اتغير. لان احنا من ساعه الايفون 11 ابل كان بيستخدم فريم ستانلس ستيل، وبعدها من الايفون 15 كانت بتستخدم فريم تيتانيوم، لكن دلوقتي رجعت للفريم الالومنيوم. وهنا بيسموه الالومنيوم يوني بادي فريم، حاجه ان هو الفريم مع الشاسيه قطعه واحده من الالومنيوم متقطعه مع بعض. واللي خلاهم يستخدموا فريم الومنيوم ان هو عشان بيساعد على تبدد الحراره 20% احسن من التيتانيوم، وكمان عشان وزنه الاخف. ده غير كده ان اصلا التليفونات بقى فيها فيبر تشامبر ولاول مره عشان تساعد برضو على تبدد الحراره بتاعه المعالج، وده اللي بيخليه يديك اعلى اداء لفتره اطول 40% احسن من الايفون 16 برو والبرو ماكس. وفي ظهر التليفون الكاميرا بامب هنا بقت بعرض التليفون، وده مش مجرد منظر او شكل تصميم، لكن كمان ده حاجه عمليه بالنسبه لهم، لان احنا زي ما قلنا في الاير هنا كمان حطوا مكونات من التليفون جوه في الكاميرا بامب ده عشان يوسعوا مكان لاكبر بطاريه موجوده دلوقتي في ايفون. وبرده زي الاير الايفونات البرو ما فيهاش شريحه عاديه، بيشتغل بالاي سيم بس، تقدر تستخدم شريحتين اي سيم في نفس الوقت. وكل ده طبعا عشان يديك بطاريه اكبر ويديك اداء احسن. وعلى حسب كلامهم ان التليفونات البرو هتديك احسن اداء لبطاريه في ايفون. اما بالنسبه للشاشات فحجمها ما اتغيرش عن ال 16 برو والبرو ماكس، لكن اللي اتغير هي طبقه الازاز الجديده اللي عليها السيراميك شيل 2، وعليهم الطبقه اللي بتعكس الضوء، والسطوع هنا برضو زاد 3000 نتس، وحته الازاز اللي موجوده ورا دي هي بقت سيراميك شيلد مش ازاز عادي. ونيجي بقى للكاميرات. الكاميرا السيلفي نفس الكاميرا اللي احنا اتكلمنا عنها، ال 18 ميجا بكسل سنتر ستيج كاميرا، وفيها كل المواصفات والامكانيات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. والكاميرات اللي ورا زي الايفون 16 برو ماكس، كاميرا رئيسيه 48 ميجا بكسل، الكاميرا الالترا وايد 48 ميجا بكسل، والاول مره هنا الكاميرا التليفوتو 48 ميجا بكسل، وبتديك صور 4 اوبتيكال زوم و8 اوبتيكال زوم، وبتوصل معاك ل 40 ديجيتال زوم لو انت بتصور صور. طبعا ده تحسن كبير جدا في الكاميرا التليفوتو، واخيرا هتبدا تنافس الكاميرا التليفوتو بتاعه الاس 25 الترا. مش بتكلم انها توصل ل 100 زوم، كده كده صور ال 100 زوم انا مش مقتنع بيها، لكن الفكره ان حتى 10 زوم او 25 زوم انهي تليفون فيهم هيكون احسن؟ اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، وطبعا تابعوني عشان تشوفوا مقارنه الكاميرات لما التليفون ينزل ان شاء الله. لكن اكتر حاجه محمساني ان التليفونات دلوقتي بقى فيها امكانيات فيديو احترافيه بشكل مبالغ فيه. يعني في امكانيات تتحط مثلا في كاميرات السينما، لان دلوقتي التليفونات انتوا عارفين انها كانت بتصور برو ريز وبتصور لوج برو ريز، دلوقتي التليفون يقدر يصور معاك برو ريز رو. وخليني اشرح لكم بشكل مبسط الفرق بين ان انت تصور برو ريز رو وبرو ريز لوج. في برو ريز لوج في حاجات كده محطوطه او معجونه في الصوره اللي انت طالع منك، زي الايزو زي الوايت بالانس، تقدر تغير فيه حاجه بسيطه، لكن مش عندكش الرينج ان انت تعدل في الشكل بتاعه. تقدر تغير في الالوان زي ما انت عايز، بس برضو هتوصل لمرحله معينه وهتلاقي الالوان بتبوظ منك. لكن في الرو انت بتاخد الفيديو خام، مفيهوش اي حاجه محطوطه فيه، مفيهوش اي معلومات مدمجه فيه،
عندك بس الصوره، تقدر تغير الايزو زي ما انت عايز، تقدر تغير الوايت بالانس زي ما انت عايز، وعندك حريه اكبر ان انت تعدل في الالوان برضو زي ما انت عايز. والفكره كمان ان المؤتمر كله كان متصور على ايفون 17 برو. وغير كده ان التليفونات بتدعم خاصيه الجين لوك، وخاصيه الجين لوك دي بتخليك تصور باكتر من تليفون في نفس الوقت، بحيث ان هم هيبداوا التسجيل في نفس الثانيه ويقفلوا التسجيل في نفس الثانيه. فانت لما تنقل الصوره من تليفون لتليفون لتليفون كانك بتتفرج على محتوى 3D. وزي ما انتم شايفين قدامكم الافكت اللي عاملينه بتصوير الجين لوك، والخاصيه دي تقدر تعملها مع استخدام قطع من بلاك ماجيك عشان تعمل سينكرونايز لكل التليفونات مع بعض في نفس الوقت. اما بالنسبه للالوان، وعشان ما فيش تيتانيوم السنه دي، فطبعا ما فيش اللي هو الديزرت تيتانيوم والناتشرال تيتانيوم. التليفونات بتيجي بثلاث الوان بس: السيلفر، الكوزميك اورنج، والديب بلو. انا عن نفسي كنت متحمس جدا للون البرتقالي، لان انا اصلا بحب اللون البرتقالي، وكنت مستني ابل انها تنزل لون زي ده من زمان، واخيرا نزلته. لكن لما شفت اللون الكحلي يعني بدات افكر كده شويه. وابل اعلنت عن ايربودز جديده وساعات جديده. انا عن نفسي كنت متحمس للابل واتش الترا 3، خصوصا ان هم ما حدثوش الابل واتش الترا السنه اللي فاتت، بس مجرد ان هم نزلوا لون جديد. لكن بصراحه بعد ما شفت المؤتمر مش متحمس لها قوي، لان في تغيرات لكن مش كبيره. فالابل واتش الترا 3 دلوقتي الشاشه بتاعتها الحواف بقت ارفع شويه في نفس الحجم، فحجم الشاشه كبر حاجه بسيطه، وبقت بتستخدم اللي هي الوايد انجل اوليد ديسبلاي. فميزه الوايد انجل اوليد ديسبلاي ده انها هتخليك ان انت تشوف الساعه بسطوع عالي في زوايا اكتر من الاول. انا بصراحه الموضوع ده مش هيفرق معايا قوي، يعني انا شايف الساعه كويس يعني عادي جدا. وكمان هم زودوا عليها طبقه جديده من ال LTPO اللي هي LTPO 3، وده اللي بيخلي الساعه وهي شغاله على الاولويز اون ديسبلاي ان انت تشوف الثواني وهي بتتحرك، على عكس دلوقتي زي ما انتم شايفين بس الدقايق هي اللي هتتغير، الثواني مش هتبقى باينه. الثواني مش هتبان غير لو شغلت الساعه او الشاشه بتاعت الساعه. وانا عن نفسي الخاصيتين دول مش هيفرقوا معايا قوي. والحاجه كمان اللي هم ضافوها اللي هي الساتلايت كونكتيفيتي، تقدر تعمل مكالمات او تبعت رسائل امرجنسي طوارئ عن طريق الساتلايت، ودي كده كده مش شغاله عندنا في الوطن العربي، فهي برضو مش فارقه معايا. لكن في ميزتين جداد ابل قدمتهم في الساعات بتاعتها جديده، الابل واتش الترا 3 وكمان السيريز 11. اول واحده انها تقدر تنبهك لو انت عندك احتماليه يكون عندك ضغط، فهي مش بتقيس ضغطك، هي بتراقب الانماط والضربات بتاعه قلبك على مده شهر كامل، ومن النتائج بتاعه شهر كامل تقدر تقول لك اذا كان عندك احتماليه ان يكون عندك ضغط عالي ولا لا. طبعا حاجه زي دي هتكون كويسه جدا لو حد مش عارف ان هو عنده ضغط او ما عندوش ضغط، وفجأة بقى عنده ضغط، فالساعة ممكن تنبهه ان هو في عنده احتمالية ان يكون عنده ضغط عالي. دي حاجة كويسة جدا. تاني حاجة هي السليب سكور، انها بتديك سكور على النمط بتاع النوم بتاعك، من ناحية مثلا النوم العميق، النوم الخفيف، التحرك، قلقت كام مرة، وبعد كل يوم بتديك سكور للنوم بتاعك. لكن الفكرة في حاجة بقى، لما تيجي تقرا بقى في التفاصيل بتاعة الامكانيات دي على الموقع بتاعهم، ودي حاجة هم ما قالوهاش، ان الامكانيات دي مش محدودة بس للابل واتش الترا 3 والسيريز 11، الامكانيات دي موجودة للساعات القديمة. فالسليب سكور دي هتبقى موجوده من اول السيريز 6 لحد دلوقتي، وخاصيه اللي هي الهايبر تنشن انها بتنبهك على ان انت عندك ضغط، فدي موجوده من اول السيريز 9 والابل واتش الترا والالترا 2. لكن طبعا طريقه الكلام اللي هم استخدموها في المؤتمر خليك تحس ان الامكانيات دي بس مخصوصه للساعات الجديده. ونفس الكلام مع السيريز 11، فابل مش مقدمه فيها امكانيات جديده او حاجات مميزه. يعني الحاجه الوحيده اللي هم قدموها ان هي الازاز بتاعها بقى بيقاوم الخدوش مرتين اكتر من السيريس 10. وزي ما قلنا ان هو سكراتشز ات ليفل 6 دي جروف ات ليفل 7، الازاز ازاز مش هتفرق كتير. ويمكن اكبر تغيير في ساعه ابل قدمتها هي في الابل واتش اس اي 3، فالساعه دلوقتي بقت بتدعم الاولويز اون ديسبلاي، وبتدعم الشحن السريع، ففي 15 دقيقه شحن تقدر تديك 8 ساعات استخدام، وفيها المستشعرات عشان تشوف السليب سكور والسليب ابنيا بتوعك. ده غير كده هي وكل الساعات الجديده دلوقتي بقت بتدعم خاصيه ال 5G. فانا بالنسبه لي اول مره تعجبني ابل واتش اس اي، لانها فعلا بتديك معظم الامكانيات اللي انت ممكن تكون محتاجها وفي سعر كويس جدا. لان الاس اي 3 سعرها $250، اما السيريز 11 سعرها $400، والالترا 3 سعرها $800. ونيجي بقى لاخر حاجه ابل قدمتها وهي الايربودز برو 3، والتصميم بتاع السماعه نفسها اتغير عشان يلائم وتبقى مناسبه لاشكال واحجام ودان اكتر من الاول. وكمان السيليكون تيبس دلوقتي بقت بتيجي ب5 احجام مش 3 على عكس قبل كده. وكمان الايربودز الجديده بقى ليها اي بي ريتنج، ده اعلى اي بي ريتنج في ايربودز اللي هو اي بي 57. خليني اشرح لكم ايه 57. ال5 في ال 57 ده ان هو بتقاوم الغبار والغبره. تاني حاجه ال7 ده يعني السماعه دي ممكن تنزل تحت الميه في عمق متر لمده 30 دقيقه ما يحصلهاش حاجه، يعني هتقدر تتمرن بيها وتعرق فيها وتستحمى بيها حتى لو انت عايز
من غير اي مشاكل. وطبعا في الايربودز برو 3 هم حسنوا من الاداء بتاع الصوتيات وال 3 دي ايمرجن 3 دي ساوندز، وكمان اتحسن فيها عزل الضوضاء، بقى مرتين احسن من الايربودز برو 2 واربع مرات احسن من الايربودز برو 1. لكن انا بالنسبه لي انا مش عارف اذا كانت دي ميزه ولا عيب، لان انا وداني بتوجعني وبحس بضغط كبير لما بشغل سماعات نويز كانسليشن جوه ودني، وده من الاسباب اللي خلاني ما استحملش ان انا استخدم الايربودز برو 2 وبعتها في ساعتها. فلما تكون الايربودز برو 3 ضعف الاداء بتاع النويز كانسليشن، انا مش عارف اذا كانت دي حاجه هتكون مريحه بالنسبه لي ولا لا. في ناس كتير ممكن تحب حاجه زي كده، لكن الحاجه المميزه في الايربودز برو 3 واعتقد ان دي مش موجوده في اي سماعه تانية، ان السماعات دلوقتي بقى فيها مستشعر لنبضات القلب، هارت ريت سنسور مونيتور. يعني دلوقتي تقدر وانت ماشي من غير ما تستخدم الساعه بتاعتك تقدر ان انت تراقب نبضات قلبك، وكمان تقدر تعمل تراكنج للورك اوتس بتاعتك، للتمارين بتاعتك، من غير ما تستخدم الساعه بتاعتك. هي دي هتكون حاجه كويسه جدا لحد ما بيستخدمش او ما بيحبش يستخدم اللي هي الساعات الذكيه. فالهارت ريت مونيتور ده هيكون حاجه كويسه جدا بالنسبه لك، ويخليك تراقب التمارين بتاعتك، تراقب حالتك، تراقب نبضات قلبك. ومش شرط يكون معاك ابل واتش، لكن انا واحد زي انا على طول بستخدم الابل واتش زي ما انتم شايفين، فانا دي حاجه مش هتكون عمليه بالنسبه لي ومش هتفرق معايا، لان انا احسن ان انا اراقب على الابل واتش، لان كمان هتراقب تمارين اكتر واحسن عن ان انت تستخدم الايربودز. والميزه اللي هتكون موجوده في الايربودز برو 3 بس ما اعتقدش ان دي هتكون حاجه مفيده بالنسبه لنا او بشكل كبير، هي اللايف ترانسليشن. اللايف ترانسليشن ده لما يكون حد بيكلمك مثلا بلغه انت مش عارفها، السماعه بتوطي الصوت بتاعه وبتسمعك ترجمه للي هو بيقولها، وانت لما تيجي تتكلم هو بيطلع له الترجمه دي بتاعه كلامك على التليفون بتاعك وممكن يسمعه. ولو انتوا الاثنين معاكوا ايربودز برو 3 فانتوا الاثنين هتسمعوا ترجمه بعض. لكن بنسبه 90% الخاصيه دي مش هتدعم اللغه العربيه، لان كل الخواص بتاعه ابل انتليجنس هي مش مدعومه باللغه العربيه. وبكده انا كلمتكم على كل حاجه ابل اعلنت عنها. في حاجات بهرتني، في حاجات كانت مبهره على الورق، لكن لما تيجي تقرا ما بين السطور هتلاقي انها مش حاجه مميزه للاجهزه الجديده اللي ابل بتقدمها. فاكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، ايه اكتر حاجه عجبتكم، ايه اكتر حاجه ما عجبتكوش، وخلينا نتناقش. لو عندكم اي اسئله او استفسارات برضو اكتبوها لي تحت وانا هرد عليها في فيديوهات بعد كده ان شاء الله. تابعوني ان شاء الله، اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.